ليه ان شاء الله؟ هو انت على راسك ريشة ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ ايه اصل مقولة على راسه ريشة؟ اختلفت الروايات، ولكن بيقولوا ان اقرب الروايات دي بتعود للموروث المصري في العهد المصري القديم، واله العدل ماعت، لان ماعت لما كانوا بيجيبوا تماثيله كان بيجي على شكل ست وعلى راسها ريشة وماسكة في ايديها مفتاح الحياة، وفي الايد التانية صولجان الحكم. وفي رواية بقى تانية بتقول إن السلاطين العثمانيين كانوا بيحطوا ريشة طاووس على العمة بتاعتهم، وده يعني دليل على التفاخر، وبيقتدوا بملوك الفرس. ونفس الحال عند الهنود الحمر وشعوب أمريكا القدام، زي ما صوروا لنا شعوب المايا والأزتك. كل الروايات دي كوم، والرواية اللي بيقولوا إنها أصلية دي كوم تاني. إيه هي بقى الرواية؟ بطل الرواية ده حرامي وفرخة. كان في فرخة اتسرقت من عند الجيران، فراح الراجل اللي اتسرقت منه الفرخة لشيخ القرية. الشيخ أمر أهل القرية وبدأ كلامه إنه عارف السارق، ولو ما اعترفش هو هيقول على اسمه. وبدأ يشوف ردود أفعال سكان القرية لحد ما جه واحد وسأله سؤال: هو أنت فعلا تعرف السارق؟ فالشيخ قال له: أي نعم. فالراجل قال له: ويا ترى شكله إيه؟ فالشيخ قال لهم: على راسه ريشة. ودي كانت إشارة منه إنه لما سرق الفرخة في ريشة من الفرخة لزقت في راسه بالغلط. فراح ساعتها السارق حسس على راسه على طول، وساعتها كل أهل القرية عرفوا مين السارق. فخرجوا الناس وقعدوا يقولوا: اللي على راسه ريشة اهو، اللي على راسه ريشة اهو. وبعد كده اتطورت وبدأ يقولوا الناس: اللي على راسه بطحة. يا ترى بقى أنهي قصة فيهم اللي صح؟